صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا حسين يا غريب وليس كمثله غريب يا وحيد وليس كمثله وحيد لا غربة تشابه غربة الحسين. إذا تسمع واحد يقول أنا غريب قل له لا، الغريب هو سيد الشهداء. تذكرون إخواني زوجة وهب اللي مانعت زوجها قالت له يا وهب لا تفجعني بمقتلك، أنا حديثة الزواج بك، ارأف بشبابي. صاحت أم وهب قالت لبني لا تسمع لحديثها وقاتل دون ابن فاطمة. نزل وهب يقاتل لحظات وإذ به يسمع صوت زوجته وهي تقول يا وهب قاتل دون الطيبين. التفت وهب شافها زوجته بيدها عمود، قالها قبل لحظات تمانعيني تقول لي ارحم شبابي لا تفجعني بمقتلك، شنو اللي صار؟ شنو اللي شفتي؟ شنو اللي سمعتي؟ قالت يا وهب لا تلمني إن واعية الحسين كسرت قلبي. وانت انكسر قلبك هنيئا لك. قالها شفتي سمعتي مجلسكم موفق بدمعة هنيئا لكم. قالت لا تلمني، قالها شفت سمعتي. قالت يا وهب رأيت الحسين انزوى إلى عمود خيمته. أيوا حسينا انزوى إلى عمود خيمته، نظر إلى الأرض مليا ثم رفع رأسه نادى وغربتا يا وقلتنا ندب لإمام الزمان سيدي وأنت راعي العزاء. فلئن أخرتني الدهور وأعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا. يا واسي إمامك وارفع صوتك. فلأندبنك صباحا ومساء. عيدها. فلأندبنك صباحا ولأبكين عليك بدل الدموع دما. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. الأخوة طلبوا سلام على الحسين كليلة البارحة. وجه قلبك للحسين وانت حسين وقول السلام
على النحر المنحور وحسينا، السلام على الصدر المكسور. يبجاك هالسلام انت غيور، هالمقطع يلجم قلبك. قل السلام على الخنصر المبتور. يا حسين يا حسين أين الصارخون وحسين؟ أيوا سيدا يا طبتم سعادتي يا ليت. يا ابن شبيب، إذا أردت أن يكون لك أجر من قتل مع الحسين فإن ذكرتهم فقل يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب إذ نادت مودعة. شنو حالها زينب؟ قال ففجرت ببكاء محجر الحجر أخي حسين حسين تركت الروح والهة يا أخوي. فبعدك اسود وجه الكون في نظري شقيقي أخي وداعا فاللقاء غدا. وين اللقاء سيدتي؟ أخي وداعا فاللقاء غدا في جنة الخلد عند السادة الغرر. أخي عشنا جميعا فأمسى شملنا بددا وفرقت بيننا يا رغما يد القدر. قالت يا العجن اخوان يا العجن اخوان هن يا الجن يا العجن اخوان. الليالي زينب بحسرة الأخوة غريبة. هن يا الجن يا العجن اخوان تقعدن بفيهم وين ما كان. قالت وانا زينب العند حزام خوان تركتني كربل من دون واليوم تركتني كربلة من دون واليان. هالأيام غريبة زينب على ظهر ناقتها. قالت خويا لا راح أبوها الأخت لا راح أبوها تظل عينها تربع لأخوها بتفتخر عالفاخرة غاية وانت سيدتي. قالت وانا زينب اهلها تدللوها بديار غربة ضيعوها بديار غربة ضيعوها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
العلي العظيم: إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا لا سيما من ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ورد عن إمامنا وسيدنا الرضا عليه السلام قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا على حبه وحب آبائه وأجداده وأبنائه، حب محمد وآل محمد. ارفعوا أصواتكم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. بكى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه ما يقارب 40 سنة على مصائب أهله في كربلاء. والروايات التي وردت على لسان أئمتنا عليهم السلام كثيرة في هذا الصدد، ونأخذ رواية أو أكثر، ولربما يكون تعليقا لمن يقول: أما كفاكم بكاء على الحسين؟ وهذا أمر مؤسف إخواني أحبتي. نحن ننتظر أن يكون التعليق ممن هو لا يعتقد بولايتهم عليهم السلام، نعطيه لون من ألوان، لا نقول أننا نعذره، ولكن يمتلك ورقة يقول: أنا لا أعتقد بعصمتهم ولا بولايتهم كما تعتقدون، فإني أرى أن البكاء عليهم بها الحجم هذا أمر بتعبيرنا خارج عن المألوف. المؤسف والمؤلم أن هناك من أبناء الجلد، أن هناك من أبناء البيت، أن هناك من يعتقد بولايته قد يعلق في بعض الأحيان، سواء كان ساخرا أو غير مقتنعا، فيقول: أما كفاكم بكاء تبكون ليلا نهارا لأيام طوال تندبون الأئمة عليهم السلام. ضعوا وقتا محددا. نقول أن الإمام السجاد، ونحن في ذكراه عليه السلام، نقول أن الإمام السجاد عليه السلام لم يبكي يوما ولم يبكي شهرا ولم يبكي سنة، بل قضى كل عمره عليه السلام 40 سنة ما يقارب بكى أباه الحسين. يروي صاحب كتاب كامل الزيارات ابن قولويه في روايتين عن الإمام الصادق عليه السلام. أنا اليوم سامحوني من ناحية الصوت. ينقل في روايتين في نفس الكتاب في كامل الزيارات، وهذه روايات معتبرة مشهورة. يقول في الرواية الأولى اللي هي ماخذة جنبة عاطفية، يقول: دخل أحد الموالي على الإمام السجاد عليه السلام فوجد الإمام يبكي ويبكي ويبكي وقد وضع أمامه الطعام والشراب. هسه الرواية فيها جانب
يوحي إلى أن بكاء الإمام السجاد عليه السلام ما كان كبكائنا. تنقل زخم الرواية ينقل أن الأئمة كانوا إذا بكوا الحسين عليه السلام ابتلت كريمتهم، تبتل لحاهم الكريمة. أنت اليوم تبكي، نبكي عند فقد الأحبة، لكن يصل المرحلة أن لحيتك أن كريمتك تبتل. الروايات اجت أن الأئمة إذا بكوا الحسين، إذا بكى الواحد منهم مصائب الحسين ابتلت كريمته حتى تقاطرت دموع عينيه إلى الأرض. في الرواية الأولى يقول دخلت على الإمام زين العابدين عليه السلام فوجدته يبكي. يقول تركت الإمام يبكي وكان إناء ماء تقريبا صاير تحت حنك الإمام السجاد عليه السلام. يقول فبكى الإمام وبكى الإمام، يقول حتى زاد الماء من دموع عين الإمام زين العابدين عليه السلام. تأمل إخواني، يقول صارت إضافة بحجم الماء، وذاك لهطل الدمع اللي كان عند الإمام زين. يقول فقلت سيدي إني أخشى عليك الهلاك، بكاءك هذا يهلكك. المألوف اليوم لربما إذا الواحد منا، اللهم لا يفجع قلوبكم بعزيز، لكن المألوف أن من يفقد عزيزا يكون أول ليلة وهج الحزن كبير جدا. شوف أنه فرضا إذا يبكي على جنازة أبوه يبكي بلا شعور بلا وعي، يصبرون عليه ما يصبر، يهدئون ما يهدأ، فحالة من الانفعال والبكاء. إذا تجي ثاني يوم، احنا نسمي أيام العزاء أيام الفاتح، إذا تجي ثاني يوم تلقى حجم الحزن أقل، أكو فد لون من ألوان الهدوء يستقبل المعزين. بعد مضي أيام 10 أيام لربما يعود إلى طبيعته، يحاكي الناس، يمازح أصحابه، كذا من هاللون. طيلة سنة تقريبا عليه آثار الحزن، ينصر صورة بالفيسبوك في كل ليلة جمعة، يتذكر أبوه، يتذكر أمه، يطلب من الناس أن ترحمه، تترحم عليه، أن تدعو له. لكن بعد مضي 2 أو 3 يختلف الحال، يعود يرمي الثوب الأسود، يمارس حياته طبيعي. ليش؟ لأن الدهر تكفل أن ينسيك كل شيء، ينسيك الأيام بحلوها ومرها، لكن الأيام لم تستطع أن تنسي الإمام زين العابدين، ولا تنسيك أيضا ذكر مصائب كربلاء. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما مر الزمان ذكره يتجدد. قال لسيدي أخشى عليك الهلاك. نظر للإمام السجاد ودموعه تتقاطر. الرواية تقول أن الإمام نوعا ما مو زجرا، الإمام عاتبه، قال والله تخاف علي الهلاك، والله ما وضع أمامي طعام أو شراب إلا وذكرت مصرع ولد فاطمة. هسه الشراب ماتوا عطاشا، الإمام يقول الطعام، لأن الذين قتلوا والحسين وكل من في كربلاء هم خصم البطون، نتيجة الجوع، مو بس ظمأ، لا جوع. فالإمام يقول والله ما وضع أمامي طعام، أنا اليوم لربما بين الحين والآخر إذا شربت الماء تذكرت الحسين. مرات تصير عندي غفلة، شيعتي
ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني. الإمام السجاد يقول والله ما وضع أمامي طعام ولا شراب إلا وذكرت مصرع ولد فاطمة. هاي الرواية اللي في كامل الزيارات أخذت جانب عاطفي أكثر. الرواية الثانية يقول دخل أحد أصحابه لعله أبو حمزة الثمالي، يقول فوجدت الإمام يبكي بكاء شديدا خارج المألوف، فردت أصبر عليه قلت سيدي أما آن لحزنك أن ينقضي؟ دائما بكاء. يقول نظر لي قال يا أبا حمزة جزيت خيرا، تتواسينا تسلينا، ولكن يا أبا حمزة أنت تعلم أن ليعقوب النبي، ايش قد كان عدد أولاد يعقوب؟ 12 ولد، فأخذ الله واحدا بقى عنده 11، فأخذ الله واحدا فابيضت عيناه وشاب رأسه واحدودم ظهره، فكيف بي يا أبا حمزة وقد نظرت إلى 17، هذا في الحديث 17، نظرت إلى 17 من أهل بيتي جزروا كالأواحي. الإمام يشير إلى عظم المصيبة عظم الجريمة التي جرت في كربلاء. اليوم تحصل جرائم لا سيما ضد أتباع أهل البيت. اليوم في باكستان أتصور أن هناك أيضا هجمة على شيعة أهل البيت عليهم السلام، قتل ذبح للأطفال. الإمام يقول أنا بكيت ونظرت إلى أهل بيتي جزروا. بنو أسد لما إجوا للإمام قالوا له نريد ندفن الأجساد، كان عندنا قدرة أن نواري الأجساد، شنو العائق؟ قالوا له يا ابن رسول الله العائق أنها اختلطت علينا الأشلاء، أجساد بل رؤوس، هاي الكف علما، هذا الشلو علما، هذا الضلع علما، ما نعرف، أشلاء مبعثرة. الإمام يقول لك كل هذا أنا نظرتها بعيني. فالإمام ينطينا مشروعية البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل ذلك أيضا منعت جدته الزهراء من البكاء على أبيها. يا علي، أبسط الحقوق أنك تبكي على من تفقد. الزهراء كانت تبكي يا علي، إما أن تبكي ليلا أو تسكت نهارا أو تبكي ليلا. تمنع الزهراء من أبسط الحقوق. يضطر أمير المؤمنين يبني لها بيتا أسماه بيت الأحزان. بين الحين والآخر لم تبكون؟ لا سيما في مثل هالمواسم. قبل أيام يجوز ذكرنا ليلة البارحة لو ما ذكرنا، قبل أيام عاشوراء ترتفع بعض الأصوات عبر الميكروفونات، عبر شبكات التواصل، عبر كذا، يريدون أن يشككوا هذا الخطيب تكلم بالمسألة الفلانية، وذاك الرادود لم يكن الشعر وإن كان قد أخطأ أدبا، لم تكن كلماته الغاية ماذا؟ الغاية مو هو اعتراض على الرادود. أنا وأنت قد نتفق أن الخطيب الفلاني لم يكن موفقا في بيانه، تعبيرنا غلبته كلماته فخرجت دون أن ينقل كلمات اللائقة. ذاك الرادود لم يكن أيضا، ذاك الشاعر لم يكن أيضا. لكن ما العلة أنك تستقطع بين الحين والآخر؟ العلة هي إضعاف هذه الشعائر، إضعاف كل ما يتعلق بأئمتنا صلوات الله، ومن جملتها البكاء على سيد الشهداء. سؤال يطرح،
وقلت لك هاي المعزوفة اللي سنويا تظهر. جزاك الله خير. لماذا تبكون على الحسين ولا تبكون على رسول الله كما تبكون على الحسين؟ تندبون الحسين. اكو فد صخف في ايام عاشوراء، فد ضجة في ايام عاشوراء، وفعلا جزى الله المؤمنين خيرا. الاخوة اللي يقيمون المجالس، اللي يهتمون بالمجالس، بعضهم من الان خلص موسم محرم، من الآن بدأ ينسق مع خطيب للموسم القادم، مع رادود للموسم القادم، يتهيئ بموكبة للموسم القادم. ليش؟ قال الحسين. يجي واحد يقول لماذا لا تذكرون رسول الله، ولماذا لا تذكرون الزهراء وأمير المؤمنين كما تذكرون الحسين؟ 10 أيام، 20 يوم، أكثر من 20 يوم لابسين السواد. خلي أحكيها بعبارات مرات اللغة العربية تقيدنا. لابسين السواد، تبكون، تطبخون، توزعون، ضجة في الشوارع، في الحسينيات، في المساجد، في المواكب، في البيوتات، تبذلون، تنفقون. فد حركة مشلولة تصير في أيام عاشوراء، يقولون هذا إقصاء لرسول الله، إقصاء لأمير. ليش الحسين؟ احنا نحتاج أن نجاوب. إذا واحد أنت باكر في موسم حج، في ملتقى ثقافي إسلامي عام في مدينة من المدن، وصار فد حوار، ليش مهتمين بالحسين؟ يكون الجواب الأول: من قال أننا لا نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أيام تفصلنا بين شهادة النبي، أواخر شهر صفر يذكر النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا مجالس، وعندنا عزاء، وعندنا مآتم، وعندنا أيضا فد حركة وضجة في أيام وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. 3 روايات تذكر بها الزهراء عليها السلام: الأسبوع الفاطمي الأول، الأسبوع الفاطمي في الرواية الثانية، الثاني في الثالثة، اللي ما يقارب يصير 21 أكثر أقل يوم تذكر الزهراء. في ليالي شهر رمضان يذكر أمير المؤمنين وتصير ضجة في المساجد. فجرا اليوم الأخوة يجزل خير المؤمنين، الفجر وقت صلاة الفجر يذكر أمير المؤمنين، يقام مجلس، يقام عزاء. المآذن تنادي: تهدمت والله أركان الهدى، انطمست والله أعلام التقى، انفصلت والله العروة الوثقى. أيام الإمام الحسن عليه السلام ليست بالبعيدة، يوم 7 صفر يكون فد مجالس في المواكب، في المشاية، الزوار، الخدم، نذكر. من قال أننا لا نذكر الأئمة عليهم السلام؟ نحن نذكرهم، هذا جانب. الجانب الآخر أننا فعلا نعطي طابعا خاصا لأيام الحسين، وهم أهل البيت عليهم السلام أعطونا هذا الطابع. النبي أفضل، والزهراء أفضل، وأمير المؤمنين أفضل، والحسن أفضل من الحسين عليه السلام. الرواية تقول سلمان يوم من الأيام صار عنده فد هاجس، شاف أن النبي إذا ذكر فاطمة أعطاها المقام أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة علة وجود الكون. نظر إلى أمير المؤمنين قال فيه رسول الله: ونفسي وروحي التي بين جنبي. تحدث بطول المقام: يا علي يا علي يا علي. تحدث عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، زين السماوات والأرض. يقول سلمان: قلت خلي آخذها من فم رسول الله. الحسن والحسين لا زالا صغيران يلعبان جنب النبي. قلت: يا رسول الله، من خير الخلق؟ قال: جد هذين، وأشار إلى الحسن والحسين. قلت: فمن بعده؟
قال أبو هذين. قلت فمن بعده؟ قال أم هذين. قلت فمن بعدها؟ قال وهذان. أشار إلى الحسن والحسين. الحسين عنده إشارة للحسن عليه السلام، قال وأخي خير مني. إذا ليش تذكرون الحسين وهو الأصغر؟ ليش تبكون على الحسين وهو الأصغر عليه السلام؟ احنا عندما نبكي على الحسين لأن نرى فيه رسول الله. لما مات النبي، قتل النبي صلى الله عليه وآله، تسلت الأمة بمن؟ بوجود فاطمة. يجون أصحاب النبي إلى دار الزهراء، يوقفون بالباب يبكون يبكون يبكون. الله لا يبجع قلوبكم بعزيز وصديق. يقفون بباب النبي، فكانت يقولوا لها يا فاطمة هل هناك شيء من عطر رسول الله؟ كانت الزهراء تخرج ثوبا من ثياب النبي وهو رسول الله. تقول رواية إذا شموا عطر رسول أجهشوا بالبكاء. يوم من الأيام واحد من عندهم خر إلى الأرض ميتا لشدة بكائه، انقطع نفسه. الناس كانت تروح البيت الزهراء تتسلى بالزهراء ببابها. بعد فقد الزهراء ورسول الله بمن تسلت الأمة؟ بأمير المؤمنين عليه السلام. إذا نظروا إلى أمير المؤمنين تذكروا النبي، هذا صاحبه، هذا أخوه، هذا ابن عمه، هذا نفسه. بعد مقتل أمير المؤمنين تسلى المؤمنون بوجود الإمام الحسن عليه السلام. لكن بعد مقتل الحسن لم يبق للأمة إلا الحسين. ماكو سلوى بعد الحسين من أصحاب الكساء. فلذلك زينب ليلة العاشر، تتذكرون إخواني، زينب ليلة العاشر لما الحسين أوصاها بوصاياه وأخبرها بما يجري في يوم غد، فقال الحسين أخي زينب فإن أنا قتلت، يقول صاحت زينب وغماه وحزناه ليت الموت أعدمني الحياة. هذا شاهدنا. قالت اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن.